مساء الخير. مش هقول يا حلوين، لان النهارده انا زعلانه. مش زعلانه منكم، انا زعلانه عليكم، زعلانه على الوضع اللي احنا وصلنا له. الكل قاعد يتفرج، الكل طالب من الدوله انها آه تعمل كل حاجه، واحنا قاعدين كما يعني زي ما احنا حزب الكنبه اللي قاعدين نتفرج وننقد ونقول ده حصل وحصل وحصل، وهنا الاسعار عاليه طيب ليه ما عملناش زي بورسعيديه؟ اجدع ناس واشجع ناس، وشابوه ليكوا. وعجبني جدا مقاطعه السمك في بورسعيد لمده كذا يوم، ودلوقتي هم مش لاقيين يبيعوه وخسر عندهم، والاسعار نزلت للثلاث ارباع في كل بورسعيد. واسكندريه دلوقتي عامله مقاطعه، عقبالنا ان شاء الله نعمل مقاطعه. ومش في السمك بس، المقاطعه مش سمك، المقاطعه في كل شيء. احنا اتهرينا، لحمه غاليه، سمك غالي، فراخ غاليه، انا مش هعد لكم واقول لكم ايه، انتوا عارفين. وبالنسبه للعيش، اي حد عشان نقعد نتفرج بقى، اي حد الفرن جنبه على طول تليفون حمايه المستهلك، تليفون الوزاره، تليفون رئيس الحي. عندنا مليون الف دليل. ده لو كلمنا الشرطه هنقفله، هنقول له ونهدده. لو لقيناك بكره بنفسك كده هنعمل لك، نديله هو كمان ايه، احساس ان هو لازم يتغير. بس انا بقى زعلانه من مين؟ زي ما قلت لكم من اول الحلقه، انا زعلانه من التجار قوي. ايه ايه الجشع ده؟ خلاص خدتوا على المال السهل الحرام. مش هقول بالكم حرام على قد ما هقول جشعكم غلط، مع شعب اتحمل، مع رئيس دولة تحمل، مع حكومة مش عارفة تجيب من شمالها من يمينها من كتر الضغوط والدايرة اللي بتلف حواليها. أرجوكم أرجوكم تعقلوا شوية في الأخذ من الغير مشروع من الناس. انتوا دلوقتي الدقيق نزل النص، لازم تنزلوه. خلاص معروف جدا ان لازم العيش هيرخص. خلاص بقى في عقوبات نزلت الحمد لله الدوله عملتها، بس انا مش معترفه ابدا بالكيلو ونص كيلو والكلام ده. انا مذهوله بصراحه. ايه بقى نروح نوزن عند العيش نص كيلو كيلو؟ هو الرغيف يتمن يا جماعه؟ هو الرغيف طول عمره كان بنص جنيه وبجنيه. يعني انا عايز اعرف ما نخلوش ليه نص جنيه وجنيه، نص جنيه و75 وجنيه ليه؟ ايه جنيه ونص و2 جنيه ليه؟ ما هو نزل النص اهو. هيقولوا الغاز غير، احنا مش هنخلص. بس المهم انه نزل، المهم ان بقى في مراقبه، المهم ان الناس بدات تتكلم. بس اللي مستغربه جدا احنا بقى، احنا كشعب بقى، احنا لازم نكون ايد واحده مع الحكومه. لازم نوصل ان احنا اي حد، لا بقى احنا مش هبل بقى. انا رحت السوبر ماركت النهارده وفي السكر رخص، والسكر هنا بيتباع غالي. اللي رحت مخبز عيش لقيته لسه بيبيع العيش. خلاص بقى احنا كده بقى ايه، عدينا العيب. احنا بقى ادينا لهم فرصهم جامد قوي. وعيب عيب يا تجار، عيب عليكم مصر ان انتوا تعذبوا الناس وتطمعوا في ما لا يخصكم. انتوا السعر عالي لان كان في فتره وعليناها لكم وتماشينا معاكم واشترينا منكم، ما قطعناكوش ولا حاجه. لكن احنا قطعناكم هيحصل مفاجآت، هتحصل ان انت مش هتعرف تبيع مع اللي عندك. اوعوا تستضعفوا الشعب المصري، اوعوا تستقلوا بيه، لان احنا عندنا حكومه واعيه وعندنا شعب واعي. عايزين نقوم كده من حزب الكنبه ونقوم كده بقى نشوف، ولا اي واحده ست شاطره كده تدي بقى حمايه المستهلك تليفون وتقول السوبر ماركت ده بيبيع غالي، بتاع العيش ده بيبيع غالي، بتاع السمك ده بيبيع غالي. كل واحده تبتدي، اللحمه هنا غاليه، كل خلاص الاسعار بدات تنزل في الجرايد وفي التلفزيونات، والاسعار بدات تنزل والحمد لله الدنيا بقت تهدى. احنا بالشكل ده مش هنعرف نجيب لحمه عيد، بالشكل الجنوني في الاسعار في اللحمه. انا عايز اعمل مقاطعه للحمه. لو قطعنا اللحمه لحد العيد، في العيد هنعرف ناكل لحمه. ارجوكم ارجوكم قاطعوا كل المنتجات اللي تحسوا ان انتوا، ابداوا بالسمك، نبدا بعد كده بالفراخ، ندخل في كل اسبوع والله اسبوع هيفرفروا بدل اللي هو عمالين بيعلوا. هتلاقي الاسعار نزلت وهنعرف نظبط الدنيا. واوعوا نقعد حزب الكنبه واقفين نتفرج ومن غير اي نتيجه، لا.
ان احنا نعمل شكاوي ونبلغ. واكيد في تليفونات لازم هنعلنها قريب جدا، وهتتعلن في التلفزيون كل يوم على ازاي تقدري وانتي في السوبر ماركت تكلمي يجوا حالا ناس فورا ليكي عشان يقفلوا السوبر ماركت ده، او يقفلوا المخبز ده، او يقفلوا سوق السمك في اي حد بيبيع سمك او اي حد بيبيع لحمه غاليه عن السعر اللي هو المتفق عليه. يا رب يا رب تفهموا كلامي ويكون وصلكم، ويمكن النهارده طولت عليكم شويه. السلام عليكم.